تحس الجمله بتحضنك. دي اقصر قائمه مكونات لحد دلوقتي، بس ده مش الريف المصري يا ريف، احلى زبادي جربته لحد دلوقتي. يا مساء المانجو على كل منجوكس جدع. في الحلقه دي هنجرب صديق الاسره المصريه، شغال وفعال مع اي حد من سن ال3 سنين الى ما شاء الله. بيحصل لك بانيك في رمضان لو الفجر اذن عليك من غير ما ترفع لك واحده. الزبادي. فمنجوجو قال لك ما دام المنتج ده بالاهميه دي، ازاي ما نجاوبش على السؤال المشهور بتاع مين بيعمل انضف زبادي في مصر؟ واكيد زي ما احنا متعودين، عشان لو حضرتك او حضرتك اول مره تشوفني، فكلمه انضف هنا معناها مكونات بسيطه واضحه وسهله مع اضافات صناعيه اقل. يبقى توكلنا على العزيز. نبدا بالنوع الاول، جهينه 180 جرام ب 16 بولم. جهينه من اشهر انواع الزبادي اللي موجوده في السوبر ماركت. حلو. قبل ما نبدا تفصيص خلينا نتفق على قاعده اساسيه. تفتكر يا منجوكس ايه المكونين الاساسيين لعمل كوبايه زبادي؟ اللبن، وحاجه تانية اسمها بادئ التخمير او بادئات لبنيه. لا منجوجو ما تاخدنيش على السخن، اللي هي بالبساطه وبالبلد يا منجوكس البكتيريا النافعه اللي بتطلع لنا كوبايه الزبادي الجميله الاطول. بس الكلام اللي انا قلته ده لو ماما هتعمل لك كوبايه زبادي في المطبخ، لكن عشان نصنع كميات ضخمه اكيد الموضوع هيختلف. استبينا كده نبدا نفصص. من الاضافات الملفته في جهينه مثبت اسمه اي 440. طبعا منجوجو معودك ان هو بيفك لك الطلاسم والشفرات دي. هو يعني ايه اصلا مثبت؟ حاجه بتضاف عشان تخلي القوام اشيك وشكل الزبادي متماسك اكتر، وليها بعض الاستخدامات التانيه. طب ماذا عن الاي 440 يا منجوجو؟ اصل منجوجو اخوك اول ما بيشوف حرف الاي بيشد الهاند بريك. ده مثبت اسمه الباكتين، بيضاف على الزبادي للاسباب اللي انا قلتها. طب امان يا منجوجو؟ المؤسسات الطبيه العالميه بتقول لك امان. طب قلته احسن؟ اكيد لو مش موجود هيكون افضل، لكن اضافته ما تعتبرش ريد فلاج او حاجه مقلقه منجوكس. نفتح وندوق. تحس ان العلبه مرسومه، القوام تحسه كريمه عشان هم ضايفين كريمه بقى. بسم الله. جهينه معروف ان طعم اللبن فيه قوي، دسامه مقبوله، والزبادي بتحسه خفيف وفلاف. التسعه الطيب، لولا المثبت كان خد ال10 من 10. ندخل على المراعي. 16 جنيه 165 جرام. شفت المقارنه بتعمل ايه؟ بص يا منجوكس، الراجل الطيب ده ضايف 3 انواع من المثبتات الغذائيه، الاي 440 واخرون، وده المفروض معناه ان القوام هنا هيكون مدملك وشكله احلى، بس الضريبه اضافات صناعيه اكتر. الثلاث مثبتات المفروض انهم امان في الحدود المسموح بيه، لكن برضو منجوجو لسه عند رايي، ولما قلت الاضافات الصناعيه منجوجو يتبسط اكتر. اهو كل ما تفهم منجوجو كل ما الحاجات بالنسبه لك هتبقى اوضح. القوام هنا تحسه مرسوم اكتر من جهينه، غير ان جهينه كان كريمي اكتر عشان حاطين الكريمه اللي هنا مش موجوده. كده بقينا الطعم. طعم اللبن حلو، بس جهينه كان احلى. القوام بتاع زبادي جهينه بالنسبه لي كان مريح اكتر، ولزعه الزبادي في جهينه كانت اعلى. 7 من 10. ندخل على المزارع بتاع دينا. الراجل ده كاتب لك ايه بقى؟ حليب طبيعي، كتر خيرك. بادئات لبنيه يا سيدي، لبن مجفف مش عيبه، كان مستخدم في النوعين اللي فاتوا، ومثبتات غذائيه طبيعيه المصدر. جمله بتحسسني اني مطمن من غير ما اعرف ليه. تحس الجمله بتحضنك، بس الحضن ده ما طولش عشان مستخدم نفس الثلاث مثبتات اللي موجودين في المراحل. فده يعتبر سوفليكس تسويقه من جوكس اكتر من انه كلين ليبل. هم مش بيكذبوا لكن بيجملوا الاضافات. ندوق. بص يا منجوكس، هو رغم وجود نفس انواع المثبتات اللي موجوده في المراعي، بس الشكل والقوام مختلف تماما. تحسه هنا كريمي وانعم مع طعم لبن وزبادي حلو، فبالنسبه لي ده ياخد نص اعلى من المراعي. ندخل على المنتجات اللي مش منتشره قوي ومش ناس كتير تعرفها. ريفي، الاسم بيسحبني في ناحيه كده كاني قاعد في الغيط وفي بقره بتلف وقدامي بتسقي الارض، وعم الديزاينر بيحاول يثبت لي ده وحاطط لي راجل بيطبطب على بقره منقطه. بس ده مش الريف المصري يا ريف، الحق عمك الحاج هنا بيحاول يغير قوانين اللعب. دي اقصر قائمه مكونات لحد دلوقتي. اولنا مفيش لبن مجفف والباقي كله كان فيه، معتمد على اللبن والبديئات بس. تقصد يا منجوجو المعادله البيزك والطبيعيه للزبادي؟ خفيفه من جوكس نظريا لكن عمليا انا عندي اعتراض. حضرتك كاتب ان في مثبت غذائي طبيعي، اتفقنا من بدايه الحلقه انه اوكي ويعدي، بس انت ليه مش ذاكر نوع؟ ليه تخلي منجوجو يحطك في الكورنر المكونات الغير واضحه؟ سمعني كده يا منجوكس، القاعده كانت بتقول ايه؟ نوت كلير مكون شرير. الله ينور عليك. يا نهار ابيض، هو مبدئيا في هفه زبادي ما شمتهاش في كل اللي فات، في كميه ميه او لبن على الوش ما شفتهاش في كل اللي فاتوا، مع قوام كريمي شبه جهينه جدا. بسم الله. يا نهار ابيض، ايه الحلاوه دي؟ طعم اللبن حلو قوي مع لزعه زبادي خطيره مع دسامه اعلى بكتير من كل اللي جربناه. 9 من 10. ولو كتبت لي نوع المثبتات احتمال اعمل لك استثناء وتاخد ال10 الطيب. احلى زبادي جربته لحد دلوقتي. نختم بالزبادي اللي انا شخصيا اتربيت عليه، مش النوع ده لكن الفكره دي. الزبادي البلدي الاصدقاء 150 جرام ب 13 جنيه. شكل العلبه بيديك احساس انه زبادي بيتي وطيب وما فيهوش اي اضافات صناعيه. علبه طيبه صح، لكن لما منجوجو بدا يفصص شاف العجب. هو انا قلت لك يا منجوكس في اول الفيديو ايه المكونات الاساسيه للزبادي؟
تفتكر يا منجوكس ايه المكونين الاساسيين لعمل كوبايه زبادي؟ اللبن، وحاجه تانية اسمها بادئ التخمير او بادئات لبنيه. طب بص معايا كده، قال لك خليط من حليب بقري وجاموسي. كتر خير خيرك، معناها دسامه وطعمها غني اكتر. بس حضرتك انا عندي استفسار، هو فين البادئات اللي من غيرها ما اقدرش اقول على الكوبايه دي كوبايه زبادي؟ هذا ما لم نسمع به من قبل. مستخدم نوعين من المثبتات مختلفين تماما عن كل الانواع اللي فاتت، جيلاتين ونوع من انواع النشا المعدل. من جوه يعني دول خطر؟ لا مش خطر ومسموح بيهم، لكن جودتهم اقل من الباكتين مثلا اللي كان موجود في جوهر، واكيد عدم وجودهم احسن. من المعلومات المهمه في النوع ده ان صلاحيته 7 ايام والباقي كله من 15 ل 30. بسم الله. كدسامه اعلى من اللي فاتوا كلهم ما عدا ريفي، يعتبر قريب منه او ريفي احلى. لزعه زبادي اعلى من كل اللي فاتوا. بس بص معايا على شكل الميه اللي من فوق، الميه دي كانت لبن في ريفي، مش الافضل بالنسبه لمنجوجو، لكن لو بتحب الزبادي البلدي ممكن يبقى اختيار معقول. نلم الحلقه. لو اتكلمنا من حيث نظافه المكونات، ريفي، جهينه، مزارع دينا، المراعي، والمركز الاخير الاصدقاء. ولو عايز ارتبهم من حيث الطعم فالترتيب مش هيختلف. اما منجوكس لو انت عايز ترتبهم من حيث السعر فدي اسعارهم لكل 100 جرام. جهينه هو احسن قيمه مقابل سعر، بس انا بالنسبه لي ممكن ازود سنه واجيب ريفي وبس كده. لو عجبتكم الحلقه فاكيد اللايك، الشير عشان الفيديو ينتشر ويوصل لناس اكتر، وعشان هو ده الدعم اللي انت تقدر تقدمه لمنجوجه منجوكس. ما تنساش شير الفيديو لعشاق الزبادي اللي في حياتك، ومستنيك يا منجوكس في الكومنتات تكتب لي عايز الحلقه الجايه تكون عن ايه. واخيرا لكل المانجوز، سي يو.